هنا بتقول ما ينزلش المية عشان ما يغرقش. ممكن لو نزل مع حد زي مثلا ابوه مش هيغرق. لو نزل مع ابوه هو ابوه هيشيله، فهو مش هيحرق. زي الازاز، لو هو مسك الازاز في ايده سابه، ممكن الازاز يتكسر وابوه يضربه، او ممكن الازاز يتكسر ويتعور، يبقى معاه ازاز وفي ميه، ممكن يتعور ويتسهلق. حد يروح حديقة الحيوانات ودخله القفص كده معرض نفسه للخطر. وكمان عملية الاغتصاف ازاي قلتها برافو. والنار. وكمان مينفعش ان احنا ندخل الحمام واحنا بنغني عشان ممكن الشيطان يلبسنا. وكمان ما ينفعش ان احنا نقرب نفسنا على النار او احنا نعمل اكل عشان ممكن تبوظ وابونا يضربنا زي ما قلت. بص بص لو الولد هو اللي بيعمل الاكل لوحده في النار، هيتلسع من النار والاكل هيبوظ.